سلافة وخرجي راحت عليها وراجعة لأيام العشرينات. كيف بدي ارفع راس البلد وانا قلبي مكسور من جوا؟ برمضان هالسنة رح نشوف سلافة وخرجي عم بتقدم دور أول ممثلة سورية بالسينما، وتحديدا سنة 1927 لما تم عمل هذا الفيلم. She wants to ask you about something. وبعد البحث قدرت أعرف لمحة عن قصة المسلسل إذا كان الكلام صح. ب 1927 كان انطلاقة لتصوير أول فيلم سوري حمل عنوان المتهم البريء، وكان فيلم صامت واستغرق تصويره 8 أشهر، وكان طول الشريط 800 متر. لكن السلطات الفرنسية منعت عرضه بحجة إنه الممثلة مسلمة، وعلى ما أعتقد إنه هي سلافة وخرجي. وانا مستعده اكون شهيده الفن بس حقق اللي بدي اياه. وبررت الرقابة الفرنسية إنه رجال الدين معترضين على وجودها بالرغم من موافقة أهلها للممثلة، لهيك استعانوا بممثلة تانية وعادوا التصوير يلي صورته توتا في المشاهد. والفيلم انعرض في سينما الكوزموغراف في ساحة المرجة بدمشق. تعرف حالك مطلوب وملاحق رايح جاي. والخاص بهذا العمل إنه بيجمع دريد لحام مع منى واصف لأول مرة من 42 سنة. يا بتاخذونا كلياتنا سوا بتولع الثورة من أول وجديد، يا بتاخذ جماعتك وبتتيسر.